سلام خوتي العزاز. كارثة خطيرة كتهدد صحة المغاربة. فضيحة من العيار الثقيل تفجرت في الدار البيضاء. السلطات دهمت مستودع تابع لشركة معروفة ولقاو مفاجآت صادمة. مواد غذائية منتهية الصلاحية، تزوير للتواريخ، وحتى العسل كيديروا له حيلة باش يبان طازج. شنو واقع وشكون المسؤول؟ تابعوا معنا هاد القصة حتى الآخر وغادي تصدموا. نهار الخميس 6 مارس 2025 السلطات المحلية في الدار البيضاء قامت بعملية نوعية بعد توصلها بمعلومات على نشاط مشبوه في واحد المستودع ديال شركة معروفة. وفاش داهموا المكان لقاو كميات كبيرة ديال مواد غذائية اللي مزورين لا التاريخ ديال الصلاحية، وحتى آلة طباعة حديثة كتستعمل باش يتبدل التاريخ بطريقة احترافية. ولكن الصدمة الكبيرة كانت هي فاش لقاو فرن خاص كيسخنوا فيه العسل باش يرجعوه لحالته الطبيعية. يعني كاين محاولات باش يتلاعبوا بجودة المنتجات وتباع على أنها صالحة للاستهلاك. الكارثة أن المواد اللي تم ضبطها فيها الشوكولا، البسكوي الخاص بالأطفال، وحتى الماكلة ديال الحيوانات الأليفة. من بعد هذه المداهمة السلطات صادرت جميع السلع وبدات تحقيق واسع باش تعرف شكون مور هاد الفضيحة وكيفاش كانت هاد المنتجات غادي توصل للسوق، وغادي تكون عقوبات صارمة في حق المتورطين. خوتي العزاز، شنو رأيكم في هاد القضية؟ وسبق لكم شريتوا شي منتج وشكيتوا في صلاحيته؟ كتبوا لي في التعاليق. وما تنساوش يا خوتي تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع اصحابكم باش توصل رسالة لأكبر عدد ممكن، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالي. مع السلامة.